لقيت خاتم مكتوب عليه 500 ألف دولار هونج كونجي. كلام الراجل ليا بالبذاءة دهية وبالأسلوب دوا بصراحة علمنا حاجات كتير جدا. هو بصراحة ما شتمنيش، لكن الكلام نفسه كان بذيء. طب أنا عليا بيه؟ طب ما أنا ما كنتش اتكلمت أصلا. فمن وقتها اتعلمت إن أنا مبدأش كلام مع حد إطلاقا. تاني حاجة، أنا بدأت أتشهر في مصر، الناس عارفيني في مصر، لكن محدش عارفني جوه الصين. فبدأت أعمل إعلانات ممولة تشمل مدينة جوانزو. ما كانش الهدف منها ربح إطلاقا، ولكن الهدف منها إن أنا أعرف إن أنا موجود. التأشيرة بتاعتي كانت بيزنس صالحة لمدة سنة، وكان لازم كل 30 يوم أخرج بره الصين. فأنا في الشهور الأولانية كنت بروح على هونج كونج وماكاو وتايوان، دول تابعة للصين، بمعنى ان هي حكم ذاتي ولكن تحت سيطرة الصين. فانت لو دخلت هونج كونج كأنك طلعت بره الصين. فانا كنت بروح هونج كونج، يختم لي على الباسبور، الف من البوابة وارجع تاني. عملت ده 3 مرات وبعدين مرضوش يدخلوني تاني. في اخر مرة كان تحقيق بيسألني بيقول لي انت جاي ليه؟ قلت له انا جاي اتفسح. قال لي انت جاي تتفسح 38 دقيقة؟ احنا عملنا شيك على الزيارات بتاعتك، اكتر مرة قعدت فيها جوه هونج كونج ما تخطيتش الساعة. ما مرضوش يدخلوني. بعدها حاولت محاولة تاني فبرضه مرضوش يدخلوني، لكن التفتيش كان ازيد والتحقيق كان اطول. فقلت ايه، بلا هونج كونج، انا هروح ماكاو. ماكاو جزيرة صغننة قريبة من جوانزو حوالي 4 ساعات. صحيت رحت واخد الباص ورحت رايح على ايه، على ماكاو. اول ما وصلت على الحدود رايح ابدل فلوس علشان ادخل بيها البلد، شايف الناس بتبدل ارقام كبيره جدا، شنط مليانه فلوس بيبدلوها. انا كنت مستغرب بيعملوا ايه دول، دي جزيره صغننه، ما كنتش فاهم. وانا في الطريق واحد قال لي انت اول مره تروح مكان؟ قلت له اه. قال لي انزل على تايبا هتعجبك قوي وهتتبسط. فانا قلت خلاص طالما ما انا ما اعرفش اي حته فاروح نازل ايه على تايبا اللي قال لي عليها. قلت له ممكن تكتبها لي؟ فكتبها لي على ورقه كانت معايا. دخلت مكاو، رحت رايح على تايبا. مكان قمة في الروعة والأصالة والعراقة. فضلت أتمشى لحد الساعة 12. مكاو بلد مبهرة جدا 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 جدا. على طول الطريق يمين وشمال محلات لبيع الذهب والماس. محلات بيع الذهب بتبيع الذهب أوزان، يعني بيبيعوا تماثيل ذهب عيار 24، كمية ذهب رهيبة. محلات الماس كأنهم بيبيعوا حاجة رخيصة. بالإضافة بقى للتوكيلات بتاعت الساعات، لشيء غريب بيسهروا لحد يعني لحد الساعة 12 والساعة 11 بالليل فاتحين. راد ورولكس وباتيك فيليب كله فاتح وكله شغال. فأنا كنت مستعجب بشكل رهيب، ماشي والله العظيم متنح. وأنا ماشي شفت محل لبيع الخواتم الماس، لقيت خاتم مكتوب عليه 500 ألف دولار هونج كونجي. الدولار الهونج كونجي ده ب3 جنيه، فيعني الخاتم ب1.5 مليون. قلت لا، يعني اكيد في حاجة غلط، يعني اكيد مش الرقم ده. فدخلت المحل سألت لو سمحت الخاتم ده بكام؟ قالت لي ده ب500 ألف دولار هونج كونجي. فشريت حياتي دار في لحظة. افتكرت بقى حسين وتامر والمنطقة بتاعتنا، وخناقة بتدور كانت في الشارع على 100 جنيه أو رغيف عيش. قلت يا دين النبي، ده احنا مش عايشين. بدأت وقتها أدرك إن في عالم تاني وطبقة من الثراء أنا ما كنتش مطلع عليها، ما كنتش أعرف عنها حاجة. حجزت فندق 3 نجوم، كانت الليلة ب100 دولار في منطقة شعبية. يمكن بعد زيارتين لمكاو اتعلمت إن أنا ما اتمسكش بحاجة إطلاقا، مش مستاهلة، ما تجيش تمن أي حاجة. مكاو فيها أكبر كازينو في الشرق الأقصى، وتعتبر لاس فيجاس في الشرق. وفيها طبعا صالات للقمار، وبيجيها الناس من كل مكان في العالم علشان يلعبوا قمار هناك ويخسروا فلوسهم بال100 وال200 وال300 ألف دولار في الليلة، وزي صباح الخير يعني ما حصلش أي حاجة. أنا الكازينو ده كنت سمعت عليه، وسمعت إن فيه مهبط طائرات علشان الناس الفيري ريتش تنزل عليه مباشرة. فرحت وصلت لحد هناك ودخلت، مشيت حوالي 3-4 خطوات، بعدين قلت لا يا عم انا ارجع. افتكرت بقى فيلم كباريه والقصة دي، قلت لا يا عم ربنا الغني يا عم، رحت راجع. ومن ساعتها وانا مدرك تمام الادراك اننا كلنا غلابة، بنمشي ونسعى ونتخانق في الدنيا على ولا حاجة.
ومن ساعتها ودايما في دماغي ان رضا ربنا والانبساط اهم حاجة. ارضي ربنا واتبسط على قد ما تقدر، وخلصنا على كده، مش محتاج اي حاجة يعني.